الله الرحمن الرحيم. سي محمد خجلي، رئيس المكتب المركزي لجمعية الصفوة الوطنية. أنا فعلا سعيد جدا بتنظيم هذا العرس الذي يأتي في سياق احتفال المغاربة بالمولد النبوي الشريف، وكنشكر الإخوة في جمعية الصفوة الوطنية فروعا، أعضاء المكتب المركزي، أعضاء منخرطين متعاطفين، وما نساوش هذا المسرح، هذه المعلمة الفنية التاريخية اللي كيجي في وسط دار البيضاء، مسرح ديوان والقائمين عليه. وكنشكر فرقة الصفوة المحمدية، كنشكر الضيوف المكرمين، السي عبد الواحد رحال، الدكتور يونس الشريبي، الدكتور عبد الواحد وجيه، وما نساوش الإعلامي المتألق السي عتيق بن شيقر. أنا سعيد جدا كان رئيس لهذه الجمعية أن ننظموا هذا العرس هذا إن شاء الله، وأنا أعطيت الناس الكلمة أنا إن شاء الله غيكون عندنا كل شهر احتفال وإعلاء للفن الراقي وبركة من التفاهة. نشكر السي محمد خجلي، وكنشكر جمعية الصفوة على هذه الالتفاتة الإنسانية ذات الرمزية والدلالة الإنسانية الرائعة. تنشكرهم لأنهم دفوني بهذا التكريم وبهذا الجمهور اللي من فئات مجتمعية مقتدرة ومن الأسر المغربية العريقة. تنشكر الصحافة، انتم اللي غطيتوا هذا الحدث، ونتمنى الله هذه التكريمات تكون تشمل الناس اللي يستحقوا، وفي أكثر من موقع، في أكثر من جهة، في أكثر من مناسبة، باش يبقى التواد والتآلف والمحبة والتحاب في الله يبقى مستمر في هذا الوطن الحبيب. شكرا. كنشكروا السي محمد حكلي وجمعية الصفوة على هذا التكريم اللي كان مع أوجه معروفة، والحمد لله كما أقول دائما فهذا تكريم للوالد والوالدة والعائلة رحال، فكنشكروهم ونتمنوا لهم مزيد من التوفيق إن شاء الله. فالشكر للجميع الحضور والجميع من ساهم في هذا الحفل التكريمي، لا من قريب ولا من بعيد. شكرا. السلام عليكم، معكم ياسين الفيلالي، فنان ورئيس جمعية الشباب الثقافة والفن. كيشو كان حفل رائع السميع والمديح، وكانوا عديد من الدكاترة وعديد من الشخصيات في المجال الفني ورجال الأعمال كالسي رحال، الله يحفظه لنا وتبارك الله عليكم كاملين. والحمد لله كانت حفلة رائعة تعاوننا عليها بتنظيم أنا والأستاذ خجلي محمد، والحمد لله داز الحفل رائع، وكنتمنى من الله إن شاء الله مزيد من العطاء، وإن شاء الله قريب إن شاء الله يكون الحفل إن شاء الله مدينة هنا في مدينة كازا في الوزيز، غيكون حفل ديال الجمهور يطارج بالطارجة، وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم مسرح الوزيز، تبارك الله عليكم.